عيدكم مبارك سعيد أهله الله على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخير والبشر واليمن والبركات، وعلى الأمة المغربية والإسلامية جمعاء بدوام العزة والازدهار والأمن والأمان والاستقرار. عيد الفطر السعيد يوم الجائزة الربانية لكافة المسلمين بمغارب الأرض ومشارقها بعد صيام رمضان المبارك، هو تتويج للطاعة والشكر لله عز وجل على توفيقه، ويوم ذكر وشكر لله على إتمام الصيام ونعمة الهداية. يخرج أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في موكب رسمي تحفه العناية الربانية لأداء صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد أهل فاس، شعيرة من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف، يؤديها أمير المؤمنين سيرا على نهج جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، وهي مناسبة لشكر الله تعالى على ما هدى إليه عباده من نعمة الإسلام وما أفاء عليهم من جزيل الثواب على فريضة الصيام وسنة القيام. هو يوم الجائزة الكبرى ويوم من الأيام المباركة التي جعلها الله عز وجل نفحة من نفحاته الربانية المفعمة بالخير والبركة، وسنها للأمة المحمدية عيدا تتقوى فيه الروابط وتتعاظم فيه الحسنات، تتويجا لشهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، هي ليلة القدر المباركة، شهر تزداد فيه الخيرات والأرزاق، هو شهر الجود والإحسان والكرم. وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله الصلاة يا عباد الله، حضرت الصلاة يا عباد الله، حضرت الصلاة يا عباد الله. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. أكبر. الله 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 الله أكبر. أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر تكبير إجلال وإكبار. وسبحان الله والحمد لله ما تعاقب الليل والنهار والحمد لله متصلا بالعشي والإبكار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ومصطفاه. اللهم صل على سيدنا محمد ياقوتة الأكوان وقرة الأعيان ومفتاح الجنان وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون، ها نحن نودع شهر رمضان بعد أن عشنا فيه أياما مباركة وليالي فاضلة في ظل الأجواء الإيمانية والنفحات الربانية. انتعشت القلوب بصيامه وانشرحت النفوس بقيامه، سمت فيه الأرواح وتطهرت الأجساد. إنه موسم من مواسم التقوى والإيمان، والتقوى هي ثمرة العبادة ومنزلتها هي المقصد الأسمى والغاية الكبرى.
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تعطرت الأجواء بالروح الإيمانية والسمات الربانية من خلال ليلة التجلي، ليلة القدر المباركة التي فاق خيرها 1000 شهر أحياها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تحت ظلال الرحمة وجمال السكينة وأنوار الملائكة، وجريا على سنن أسلافه المنعمين، حيث دأب حفظه الله على ختم صحيح البخاري في هذه الليلة التماسا لبركتها، وتلك مكرمة من مكارم الخير ادخرها الله لسليل دوحة العلوية الشريفة مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأيده. فاللهم انصره بنصرك المبين وأيده بتأييدك المتين، وبارك له في الصحة والعافية، وأسبغ عليه جميع ألطافك الخفية. اللهم أسعده سعادة تجمع له بها حظوظ الدنيا والآخرة، وانصر به دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الصحابة والتابعين. أيها المؤمنون، هذا يوم عيد الفطر، وربنا الجليل سبحانه عود عباده عوائد الإحسان. فعن سعيد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق ينادون: معشر المسلمين، اغدوا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، أطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا صلاة العيد نادى منادي من قبل الله تعالى: ألا إن الله قد غفر لكم فارجعوا راشدين. ثم يقول الله تعالى لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم رضاي ومغفرتي. ثم تبشرهم الملائكة قائلين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الآخرة. فيا أيها المؤمنون، أبشروا بالرضا والقبول، واشكروا الله على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة أجمعين، وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بحفظ كتابك، وأعد عليه أمثال هذا العيد وهو في تمام الصحة والعافية، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وباقي الأسرة الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما، واجعلهما في مقعد صدق عندك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم أصلح به وعلى يديه. اللهم كن له وليا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. فهنيئا للصائمين والقائمين، هنيئا للمنفقين، هنيئا للذاكرين الله كثيرا القارئين لكتابه. رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدة ببلادنا يتقدمون بهذه المناسبة الدينية العظيمة للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله وتهنئة جلالته بحلول عيد الفطر السعيد، وأن يدخله الله على جلالته بالخير واليمن وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالازدهار والتقدم. فالمناسبة هي أول أعياد المسلمين، تمثل تتويجا لطاعة صيام لرمضان، ويوم جائزة وفرح وتضرع وابتهال إلى الله عز وجل بقبول الصيام والقيام وصالح الأعمال من أعمال للبر والخير والإحسان والتضامن والتكافل الاجتماعي. هي الأعمال والمبادرات التي لا يقتصر مدى على الصعيد الوطني، بل تمتد مكرماتها في هذا الشهر الكريم لتشمل عدة مناطق، في مقدمتها المدينة المقدسة، ضمن حملة سنوية للمساعدات الاجتماعية تطلقها وكالة بيت مال القدس الشريف تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن العائلات المقدسية وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. فبوركت المبادرات الملكية وبوركت الأيادي التي تسهر على تنفيذها. فالمبادرات الملكية النبيلة والجهود الخيرة والمتواصلة لجلالة الملك تلقى الإشادة الدائمة في مختلف المحافل والأوساط الدولية، إشادة بالدور التاريخي والمحوري الذي تطلع به الدبلوماسية الملكية والحضور الميداني الفاعل لوكالة بيت مال القدس الشريف من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وحماية هويتها الحضارية والقانونية. فاستنادا إلى رؤية متبصرة واستراتيجية حققت الدبلوماسية المغربية في عهد جلالة الملك حفظه الله تحولات نوعية ونجاحات باهرة عززت مكانة المملكة كفاعل إقليمي وقاري مؤثر. هي رؤية ملكية جعلت من المغرب قوة إقليمية وازنة ودولة ذات مصداقية دولية في التعامل مع التحولات والديناميات الجيوسياسية بحكمة وواقعية. هذا يوم عيد الفطر المبارك جعله الله لسائر المسلمين في أصقاع الأرض يوم فرح وسرور، بعد أن أدوا فريضة الصيام وتزودوا من الأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك، والتزموا أوامر الملك الديان واتبعوا تعاليم النبي المصطفى العدنان. فهنيئا للصائمين والقائمين،
هنيئا للمنفقين، هنيئا للذاكرين الله كثيرا، القارئين لكتابه الكريم. والحمد لله على نعمة الإسلام التي أنعم بها الله سبحانه وتعالى على هذا البلد الأمين. والحمد لله كثيرا أن ألهمه قيادة رشيدة مصلحة، قيادة داعية للخير، داعمة لكل أعمال البر والخير والإحسان. والحمد لله على ما أنعم به سبحانه وتعالى علينا من غيث نافع أحيا به الأرض وروى به الدرع. زادنا الله من فضله ورحمته التي وسعت كل شيء. وعيد مبارك سعيد مكلل بالنصر والتمكين لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حامل لكل بشائر الخير والازدهار والرفاه للأمة المغربية تحت ظلال العرش العلوي المجيد ضامن الوحدة والاستمرارية. تطلق المدفعية 5 طلقات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، كما تؤدي لجلالة الملك التحية تشكيل من الحرس الملكي. وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار الدائم بفضل الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. رؤية ملكية متبصرة بوأت بلادنا مراتب سامية ورفيعة بين سائر الأمم والشعوب، وحققت كل ما نصبو إليه من عزة وكرامة وتنمية شاملة على مدارج التقدم والازدهار. تنمية هي مفخرة كل الأجيال وتاج يرصع مسيرة ملاحم الشعب المغربي في العهد المحمدي الزاهر. فالله سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة قيادة رائدة، قيادة تقية صادقة صابرة على الحق ثابتة، سليل الأشراف من آل البيت، سبط الرسول الأمين، قيادة ترسخ الاستقرار وتذود عن مصالح الوطن والمواطنين. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وعيدكم مبارك سعيد.